السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا امارات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اماني من مطبخ ايمي، وحشتوني جدا جدا. وهنعمل النهاردة مع بعض الجاتو شاتو. زي ما انتوا شايفين الارتفاع بتاعه حلو جدا وهش، وكمان المسافات بتاعته مفتوحة. يلا بينا بقى نشوف هنعمل ايه ونقول بسم الله. اول حاجة معايا هنا كوباية سكر و3 بيضات، وهاخد نص معلقة بيكنج باودر ورشة فانيليا و3 معالق كاكاو خام، لازم يكون خام، وكوباية دقيق ورشة ملح، وكمان معايا كوباية لبن سايبة، وهاخد كوباية الا ربع من الزيت. لازم يكون الزيت بتاعك فاتح علشان ما يبقاش فيه طعم في الكيكة مش حلو. هنا زي ما انتوا شايفين انا هستخدم الهاند بلندر، انت هتستخدمي الخلاط، هيكون سهل معاكي اكتر بكتير. وكمان مش هتستعملي كل الاطباق اللي انا بستعملها دي خالص، انت هتستعملي كوباية ومعلقة فقط لا غير. زي ما انتوا شايفين انا حطيت السكر وحطيت الكاكاو، وهحط كمان اللبن. هنا هعاير بس كوباية الزيت بس، مش هحطها علشان هحطها اثناء الضرب شوية بشوية، مش هحطها كلها مرة واحدة. هبتدي اضرب بقى بالهاند بلندر بتاعي. لو انت هتستخدمي الخلاط يبقى لازم برضو تعملي نفس الخطوات كده بالظبط، مش هتغيري اي خطوة من الخطوات. بس هيكون طبعا اسهل معاكي بكتير، ان انت مش هتوسخي كل الاطباق دي حواليكي، وهتستعملي بس حاجات بسيطة. هنا هضرب الخليط بتاعي كويس جدا لحد ما احس ان السكر داب، وبعد كده هبتدي انزل بالزيت شوية بشوية زي ما انتوا شايفين كده. هجيب بس الاسباتيولا بتاعتي علشان اقلب الخليط بتاعي او المه يعني. بصوا الخليط سايل ازاي، لسه هيتقل معايا بقى. كل ما تضيفي الزيت هتلاقي الخليط معاكي تقل اكتر. طبعا انا هنا بوقف الهاند بلندر شوية، يعني مسافة مثلا كام ثانية كده، علشان الموتور بتاعه ما يتحرقش مني، فلازم اوقفه كل شوية. في الخلاط بقى طبعا هتضربي مرة واحدة، مش هتوقفي الخلاط ولا اي حاجة، هتستمري في الضرب. هي يدوب مثلا 5 دقايق وهتبصي تلاقي الخليط بتاعك بقى جاهز، وهتبتدي تضيفي الحاجات الباقية اللي هي البيض والدقيق والحاجات اللي فاضلة معانا. بصوا الخليط ابتدى يتقل اهو. اكيد واخدين بالكم ان انا بوقف الهاند بلندر كل شوية. هنا خلاص كده الخليط بقى تقيل زي ما انتوا شايفين، ده السمك بتاعه. هبتدي بقى اخد منه كوباية كاملة علشان هشيلها على جنب. دي هتبقى الصوص بتاعي. لسه طبعا ما حطيتش البيض، مفيش قلق يعني، ما تقلقيش خالص. طعمه جميل جدا، الصوص ده حلو. ولو كمان مش عايزة تعملي الكيكة نفسها، ممكن تعملي الصوص لوحده. عبارة عن كوباية سكر وكوباية لبن و3 معالق كاكاو، و احنا قلنا ايه تاني؟ وكوباية الا ربع زيت. تمام. ممكن تعملي الصوص ده وتشيليه في التلاجة، بس تحتفظي بيه في الفريزر علشان ما يبوظش منك، عشان اللبن طبعا اللبن بيبوظ بسرعة. هنا زي ما انتوا شايفين انا حطيت البيض وحطيت الفانيليا. هبتدي اضرب برضو تاني. هضرب بس البيض دقيقتين كده مش اكتر، مش هزود في الضرب يعني. هنا بقى هبتدي انزل بالدقيق بتاعي اللي عليه رشة الملح، وكمان هاخد نص معلقة بيكنج باودر. عايزة اقول لكم كمان تقدري تضيفي على الخليط من الاول خالص، تقدري تضيفي كيس نسكافيه سادة اللي هو النسكافيه بلاك.
هيديله طعم حلو جدا، هيدي الكيكه نفسها طعم حلو جدا. هنا بقى زي ما انتوا شايفين انا حطيت الدقيق خلاص والبيكنج باودر وابتديت اقلب. ما تقلبيش كتير، انا هضربه بالهاند بلندر دلوقتي، بس لازم اقلب علشان الدقيق ما يطرش معايا. برضو مش هضرب كتير بالهاند بلندر، هما يدوب دقيقتين مش اكتر من كده. عايزه اقول لكم الوصفه دي سهله جدا، مش بتاخد معاكي ربع ساعه، بتكوني خلصتي الكيك وبتحطيه في الفرن على طول. بس خدي بالك انك لازم تشغلي الفرن قبل ما تشتغلي في الكيك اصلا. والفرن درجه حراره الفرن لما تحطي الكيكه تكون متوسطه، وما بتاخدش معاكي تلت ساعه. يعني هي بتكون تلت ساعه تكون استوت خلاص، وتبتدي تطلعيها وتحطي عليها الصوص على طول. كده خلاص انا خلصت الخليط بتاعي، هبتدي احطه في القالب. القالب بتاعي الصغير علشان المقدار يعني بتاع الكيكة مش كبير، فمش هحطه في صينية كبيرة طبعا. هو يا دوب هياخد الصينية دي بالظبط، هتشوفوه طبعا بعد ما يطلع. كده بقى هدخلها الفرن، قلنا درجة حرارة متوسطة، وكمان هتقعد معاكي من تلت ساعة لنص ساعة بالكتير قوي. هنا خلاص القالب طلع اهو زي ما انتوا شايفين، ويدوب واخد الصينية بالظبط. الكيكة بتاعتي يدوب على قد الصينية. نسيت بقى انغز الكيكة، هبتدي انغزها كده زي ما انتوا شايفين علشان تشرب الصوص بتاعي. وهبتدي اوزع الصوص بالشكل ده. الصوص انا ما حطيتهوش في التلاجة، انا سبته بس على الرخامة لحد ما الكيكة استوت، مش اكتر من كده. لو انت عايزة تدخليه التلاجة دخليه، ما فيهاش اي مشكلة، هيمسك معاكي شوية كمان، فما تقلقيش، هيبقى طعمه حلو وكمان قوامه هيبقى حلو. هنا بقى معايا شوية شوكولاتة بيضة كده، حطيتهم في كيس من اكياس التلاجة، وهبتدي افتحه واوزع على القالب بتاعي بالشكل ده علشان يديني شكل بس مش اكتر. لو انتي مش عايزة تعملي الخطوة دي ما تعمليهاش، ما فيهاش اي مشكلة خالص. هجيب بقى خلة سنان او خلة الشيش طاووق، وهبتدي اعمل الشكل الرايح جاي ده اللي احنا متعودين عليه. ده بيديكي طبعا شكل احسن. لو انت عايزه تعملي اشكال تانية اعملي، ما فيهاش اي مشكله. لو مش عايزه كمان تعملي اشكال برضو ما فيهاش مشكله. هنا نسيت ان الصينيه سخنه وشلتها بايديا اهو زي ما انتوا شايفين. بقى بعد ما قطعت الكيك بتاعي ده الشكل بتاعه، هبتدي احط شويه الصوص اللي فاضلين معايا هحطهم في التزيين. طبعا انا ما حطيتش الكوبايه كلها، انا سبت شويه على جنب علشان لما اجي اطلع الكيك اقطعه، احط شويه بس كده للتزيين. لو انتي مش عايزه تعملي كده حطي الصوص بتاعك كله، ما فيهاش اي مشكله. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وما تنسيش بقى تشتركي في القناه وتفعلي الجرس وتحطي لايك حلو من ايديكي كده علشان الناس اللي لسه ما وصلت لهاش الفيديوهات توصل لها ان شاء الله بفضل اللايك الحلو بتاعك ده. شكرا جدا ليكم، باي باي.